السلام عليكم أعزائي المتابعين الكرام. طبعا هذا الطريق كان قديم رابط بين سرقلو وبرقلو وبين دوكان القديم. هذا الطريق هو يعني مشينا به، هو مغامرة بحد ذاتها، لكنه احنا ما كنا نعرف شنو الموجود بالطريق، ولذلك سرنا بالطريق على مسؤوليتنا، واستغربنا بعد ما توغلنا بالطريق مسافة طويلة، عرفنا بأنه الطريق هذا ما تمشي عليه السيارات، ومتروك أو مهجور من زمن الجيش العراقي السابق. يعني هذا الطريق التبليط هسه اللي يشوفوه هو من زمن الجيش العراقي السابق، وهذا طريق طوارئ يربط بين سرقلو وبرقلو، منطقة سرقلو وبرقلو مع منطقة دوكان. الغريب اللي شاهدناه، يعني الشيء المستغرب اللي شاهدناه، بمنتصف الطريق وجدنا معسكر قديم للجيش العراقي، يعني معسكر يستوعب فوج أو سرية أو سريتين على جهة اليمين واليسار من الطريق. الطريق كل ما يتقدم الدوكان يضيق، وطريق موحش جدا. من وصلنا للمعسكر شاهدنا مواطنين طلعوا من بيوتهم وبدوا يعني يباوعونا بشكل مستغرب، وكأنه ما شايفين سيارة فايتة من هذا الطريق، وما شايفين ناس تمشي به. طبعا أنا طلبت من صاحبي اللي وياي، قلت له لا توقف نهائيا، أي شيء يصير لا توقف، حتى لو تضطر تدعم واحد منهم لا توقف نهائيا، لأن بين نواياهم بأنه هم يعني ما أعرف شكلهم، يعني طريقتهم مخيفة ومريبة يعني بصراحة. فجاوزناهم الحمد لله، جاوزنا المنطقة وجاوزنا هاي الناس اللي يعني اللي ما شايفين البشر، جاوزناهم بسلام واتجهنا وصعدنا المكان عالي، ظلينا نباوع لهم من فوق. طبعا يعني بشكل شيء مخيف بصراحة، طريق موحش متروك من 40 سنة، ما مر به سيارات، طريق وعر، طريق خطر جدا، طريق ما أعرف يعني شوف شلون الالتواءات هاي الحادة البي. طبعا مشينا بيه احنا على مسؤوليتنا، ومشينا بيه يعني من أجل تصوير المناطق اللي ما مصورة للجمهور للمتابعين، وبنفس الوقت يعني اكتشاف شيء، يعني أخذنا الفضول وبدنا نعرف هذا الطريق ايش بيه ما بيه من آثار، واحنا أساسا نبحث عن آثار ومواضع الجيش العراقي السابق أو كل شيء. شوف هاي المواضع اللي على اليسار متروكة، طبعا احنا ما نزلنا إليها. المواضع هاي على اليسار مواضع لقوة سرية تقريبا ما نزلنا لها، لأنه الطريق مريب وموحش جدا. شكرا.